هاي ريحة رز بحليب، أو هاي ريحة جاتو. اشتقت لطبخات أمي. ليش لما نشم ريحة أكل معين منحس بالحنين؟ علم النفس بيسمي هالحالة ذاكرة الشم. الشم هو أكثر حاسة مرتبطة بشكل مباشر بالمشاعر والذكريات، والمطبخ السوري هو من أكثر الأماكن اللي تكونت فيها مشاعر وذكريات للعائلة كلها. المطبخ بالنسبة لنا ما عاد مجرد مساحة للأكل بس، وإنما هو أول مكان تعلمنا فيه الأمان. لما فتنا وحكينا لأمنا شغلة خايفين منها طمنتنا وهي عم تسكب لنا صحن الشوربة. تعلمنا فيه الانتظار والصبر لما كنا نقاوم طنجرة اليبرة وما نمد إيدنا لنسرق حبة منها. تعلمنا فيه الرعاية لما كان حدا فينا يمرض وتعدي فيه ريحة المريسي والبابونج. تعلمنا نشارك رغيف الخبز وصحن الفتة. تعلمنا نضحك من قلبنا ونحن ناطرين القهوة تغلي ونحب بعض بلا ما نحكي. حتى لما تهجرنا من بلدنا أخذناه معنا وصار لغة جديدة نقدر نحكي فيها عن ثقافتنا، لدرجة إنه العالم كله هلأ واقع بغرام المطبخ السوري. كل ريحة شميناها بهالمطبخ مجرد ما نرجع نشمها ولو بعد سنين كفيلة إنها ترجع لنا الحنين وترجعنا لنفس المكان ونص المطبخ. ريحة المطبخ خلتنا نحمل جواتنا معنى البيت حتى لما البيت غاب.